الشهيد عز الدين القسام قائد ثورة فلسطين. أكيد كلكم سمعتوا اسمه قبل كده، بس تعرفوا عنه حاجة؟ خليكم معايا وهاخدكم في رحلة سريعة لمسيرة القسام. أنا مصطفى الغريب وده سؤال. الشيخ المجاهد محمد عز الدين القسام اتولد في بلدة جبلة في محافظة اللاذقية في سوريا سنة 1882 ميلاديا. لما كبر شوية وبقى عنده 14 سنة تقريبا، تفتكروا أبوه وداه فين؟ طبعا الأزهر، منارة العلوم الدينية، علشان يكمل تعليمه ويقضي في مصر تقريبا 8 سنين. اتعلم فيهم العلوم الدينية والفقه والتفسير والحديث، وخلال وجوده في مصر شرب أجواء الغليان الوطني تجاه الاحتلال البريطاني. وبعد ما خلص رجع جبلة تاني وهو فقيه في كل اللي جمعه من العلوم والمعارف. بعد هجوم إيطاليا على ليبيا سنة 1911 دعا القسام للوقوف جنب الشعب الليبي من خلال التظاهر والتطوع للقتال، وكان من اهم الداعمين الليبيين. وبعد كده كان من اوائل اللي انضموا للثوره ضد الاحتلال الفرنسي في الساحل السوري ما بين سنه 1919 ل 1920. حاولت السلطه العسكريه الفرنسيه تشتريه وتوليه القضاء علشان يستريحوا منه، لكنه رفض وفضل مكمل، علشان كده اتحكم عليه بالاعدام، لكنهم ما قدروش يمسكوه. وبعد ما بقى مطارد اضطر يروح فلسطين سنه 1921 وتحديدا في حيفا، وبدا هناك يعلم السكان القرايه والكتابه ويحارب الاميه، وده خلى الناس هناك يحترموه ويقدروه ويأيدوه. وبدا القسام يأسس الخلايا السريه ويدرب العناصر ويجندهم للكفاح، وطبعا دربهم كويس على السلاح. وبتمر السنين وبيكمل القسام مسيرته في الاستعداد والكفاح والجهاد لحد ما نوصل لنوفمبر سنه 1935. في الوقت ده القسام ما كانش عايز يعلن الجهاد ضد الاحتلال البريطاني لحد ما يكمل استعداداته، ولكن طوفان الهجره الجماعيه اليهوديه خلال السنين دي وتضييق السلطات الرقابه عليه والخوف من ضربه استباقيه خلته يعجل اعلان الجهاد ويروح مع عدد قليل جدا من الافراد اللي اتقال ساعتها ان هم تقريبا عددهم كان 11 شخص لقريه يعبد في جنين. وهناك كانت معركه غير متكافئه تماما مع القوات البريطانيه واستشهد فيها المجاهد عز الدين القسام، وتحديدا في 20 نوفمبر سنه 1935. واستشهد معاه 4 تانيين واتصاب واتأثر الباقي. ودي كانت شراره الثوره الفلسطينيه الكبرى. ومن ساعتها وبقى القسام علم من اعلام الجهاد واسمه بيتردد في كل فلسطين. وبسبب بطولاته دي حركه حماس اللي تأسست بعد استشهاده ب 52 سنه وتحديدا في سنه 1987 اطلقت اسمه على ذراعها العسكري اللي هو كتائب عز الدين القسام اللي كلمتكم عنها قبل كده. هسيب لكم لينك الحلقه بتاعتها في التعليقات. طبعا قصه القسام كان فيها احداث وتفاصيل كتيره جدا جدا، ولكن حاولت الخصها لكم في سطور قليله. سلام.